السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ما جيتش نقدم لكم وصفة ديول لاني شاركتها معكم من قبل. كاين بزاف تعاليق اللي قالوا لي باه نقدروا نعوضوا صنيوه تاع النحاس. صنيوه تاع النحاس راهي غاليه وما نقدروش نشروها، ونخافوا نشروها وما نقدروش نخدموا عليها ولا ما ينجحناش الديول. شوفي اختي نقول لك، اذا عندك مقله تيفال كما اللي راهي عندي انا، شوفوا المقله ما دهنتهاش كامل بحتى حاجه لانها هي اصلا ما تلصقش. ابليكيت فيها ديريكت العجينه تاع الديول. بصح العجينه تاع الديول لازم تطلقوها شويه على العجينه اللي نديروها في صنيوه تاع النحاس، على خاطر لو كان تخلوها كما اللي نديروها في صنيوه تاع النحاس ما راحش تلصق لكم. كي شغل نتوما تحطوا العجينه ودي هي تعاود تترفد. صافي من الاحسن اذا حبيتي تتعلمي الديول وتمشي يدك وراكي خايفه تشري صنيوه تاع النحاس وما تقدري لهاش، ننصحك انك تبداي في هذه المقله تاع التيفال ولا في الصنيوه تاع 20,000. صنيوه تاع 20,000 حتدي معك وقت باش تعلمي فيها، يعني باه تروديها وتولي تخدم لك الديول. تدي لكم واحد الكيلو تاع السميد عجنه تخسروها غير في هذيك الصنيوه تاعكم. بصح اذا كانت عندك مقله هكذا اتعلمي فيها، مشي يدك. ما بيت تتعلمي برك، من بعد كي تشوفي روحك تعلمتي مليح وترودات يدك روحي شري سنيوه تاع النحاس. سنيوه تاع النحاس راح تخدمي بيها وترجعي دراهمها. صافي شوفوا انا سنيوه قلت لكم هذه المقله تيفال ما دهنتهاش كامل، حطيتها قباله فوق النار خليتها سخنت على نار قليله. وشنو العجينه تاع الديول قلت لكم لازم تطلقوها على العجينه اللي نديروها في تاع سنيوه تاع النحاس، على خاطر لو كان تخلوها حكمه روحها ما راحش تحكم لكم الورقه تاع الديول في المقله. راح نتوما تحطوا العجينه وهي تعاود تترفد، ما تحكمش كامل في المقله، تسمى لازم تجروها شويه. والنتيجه تاع المقله تجيكم الورقه خفيفه رقيقه وما تجيش يابسه كامل، تجي طريه اكثر من السنيوه تاع النحاس. واللي حبت تخدمهم في شهر رمضان الكريم غير لدارها برك، ننصحك ما تشريش كامل سنيوه نحاس، خدمي غير في المقله هذه ولا المقله هذيك دو بلوفاس ثاني قلبيها على الجهه هذيك الليس وخدمي فيها عادي وما تكسريش كامل راسك ولا تشري الديول. راح ربع ساعة راح تكملي العجنة نتاعك ما تعيش كامل معاهم. شوفوا لهنا راني نخدم في هذيك السنيوة تاع 20,000. السنيوة تاع 20,000 هذه خسرت معاها كامل العجنة تاعي. راكم تشوفوا دوكا الديول تاعي ماهمش يجوا شابين، راهم يجوك شغل فيهم العجين بزاف من الفوق، على خاطر العجينة تاعي راهي سخنت وانا نرودي في هادو السنيوات تاع 20,000. بقيت غير نعاود ونعاود الاولين كامل خسروا، ومن بعد باه بدات تخرج لي. بصح شوفوا خلاص فاتت خسرت لي العجينه والورقه راهي تجي خشينه ماهيش تجي شابه. اذا راكم تلاحظوا راهي تجي فيها دوك الحبيبات تاع العجين من الفوق صفوره راكم تشوفوا فيهم. وان بليس مازال ما راهيش تتنحى لي مليح مليح. دهنتها شوفوا درت غير قطره تاع زيت، ما درتش شحمه اليوم، درت قطره تاع زيت في البابي اوبسيربون ومشيتها. من بعد نشفتها مليح ببابي واحد اخر اللي يكون ناشف. من بعد ما بقيتش كل مره ندير في القطره تاع الزيت، هذاك البابي اللي فيه الزيت اللي مسحت به المره الاولى بقيت كل مره نعاود نمسح غير به، ما نعاودش ندير باسكو لو كان تبقاو ديروا في الزيت ولا ديروا في الشحمه كيف ما راح تشد لكم العجينه. لازم كي تحطوا صباعكم في السنيوه ما لازمش يزلق صباعكم. تشوفوها باللي نشفت. شوفوا لهنا راني نوري لكم هذو راني رفدتهم، هذو الديول اللي خدمتهم في المقله. المقله قلت لكم ما عياتنيش كامل، ومالغري كانت العجينه طالقه راحه قلت لكم كنت خدمت بها هذوك السنيوات لكم تشوفوا فيهم هذوك الزوج خدمت فيهم، كنت نرودي فيهم باه نوري لكم النتيجه. انا عندي سنيوه تاع نحاس بصح حبيت نجاوب على التعاليق ونقول لكم واش هي الحاجه اللي تصلح تقدروا تخدموا في المقله. الا كانت عندكم سورتو هذيك دو بلو فاس وتقدروا تخدموا في هذو السنيوات. وانا السنيوات تاعي هذو ماشي جدد، يعني كنت نطيب فيهم في الكوشه، طيبت فيهم الخبز، طيبت فيهم بالكاطو، طيبت فيهم كلش، يعني موالفه نغسلهم موالفه نحكهم. بالك على داك اللي خضاو لي وقت وانا نرودي فيهم. بصح نقول لكم ينجحوا معاكم. وشنو عجنوا عجنه تاع كيلو سميد باه ما تخلص لكمش العجينه ثمثم، وبقاو ترودوا في السنيوات تاعكم. وشفتوا النتيجه تاعهم كيفاش جاو. يعني هما صح جاو فيهم الحبيبات تاع العجين بصح كي قليتهم جاو هايلين، جاو مقرمشين وجاو بنان. يعني اي وحده مبتدئه ولا حبت تتعلم ماشي شرط عليك تروحي تتعلمي في سنيوه تاع النحاس، روحي تعلمي في المقله في السنيوه هذه تاع فاميل، في اي سنيوه. يا لو كان هذيك السنيوه الكاغي تاع البقلاوه هذيك وتقدري تتعلمي فيها عادي. وشنو روديها، ما تفشليش من المره الاولى تقولي ما نجحوليش ما نجحوليش ما ينجحولك باذن الله.
وهذوك السنيبات راكم تشوفوا فيهم كاينه وحده هذيك اللي تلمع بزاف، هذيك جايه خفيفه، واللي راهي قدامها راني حاطه فوقها المقله هذيك جايه ثقيله. من الاحسن لا لقيتو هذيك ثقيله شرو ديك ثقيله هايله. وخلصتها 20 قلت لكم ماهيش غاليه، شريتها من المارشي كوفر تاع الغايه، الدخله تاع الخضر على يدكم اليسرى كاين واحد يبيع غير البيض. هذاك راهم قابلوا واحد يبيع غير سنيوات طابونات، يبيع طواجن، ليمول تاع الحلوى، هذا واش يبيع. تلقاو عنده هادو السنيوات، ومام عنده هذاك الطاجين تاع الحديد اللي راكم تشوفوا فيهم في مواقع التواصل الاجتماعي، هذوك اللي جايين كغي. هذوك ثاني راهم عنده سومتهم قال لي 70,000، الصغير فيهم قال لي 70,000. هذاك ثاني ولا لقيتوه حبيتو تشروه اشروه، وشرو البابي فيغ، الكارت الحرش هذاك اللي يتباع عند الكنكايري، هذاك شروه وحكوا الطاجين تاعكم مليح مليح، حكوا حتى يولي ليس يولي يلمع، باسكو شتو هما يجوا شويه حروشه. نتوما شروه وحكوا له الظهر تاعو مليح مليح حتى يولي لكم ليس ويلمع، يعني كي تحطوا يدكم يولي يزلق. هكذاك ثاني تغسلوه مليح بالصابون تاع الحجره، غسلوه مليح وعاودوا ديروا له رغوه بالازيس عادي. من بعد حطوه ينشف، كي ينشف حطوه في الفرن تاعكم يعني في الطابونه، نقصوا له النار كامل. من بعد دهنوه بالشحمه ولا بالزيت ومسحوها مليح، نشفوها مليح مليح، ومن بعد تولوا تخدموا فيه. وكيف كيف ترودوه المره الاولى ما تنجحش، الدوزيام حتى تخدموا واحد 10 ورقات ولا 20 ورقه باه تتسرح لكم سنيوه ولا طاجين تاعكم يتسرح لكم، ما يبقاش يلصق كما كان في الاول. ان شاء الله نكون جاوبت على كامل التعاليق اللي جاوني، ولا كانت حاجه في بالكم ولا حابين اني نشاركها معاكم، ما عليكم غير تخلوا لي في لي كومونتير. وان شاء الله وهذا الاسبوع ان شاء الله نحاول نلبي كامل الطلب تاعكم اللي قلتوا لي ديري لنا خبز تورتيلا، خبز العروسه، الكرواسون، الميلفاي، العجينات المبرقه تاع الحلويات. ان شاء الله نحاول قدر الامكان اني نشاركهم معاكم. وان شاء الله اليوم راح نبدا نوجد لكم الوصفه تاع مقروط السنيوه اللي راهم يديروهم في الورشات تاع بهلول وهيبه ولا تدحماني. هذاك المقروط راح نشاركه معاكم بكل تفاصيله وكما راهم يديروه في الورشات تماما. ما عليكم غير تخلوا لي لايك واشتراك وتفعلوا الجرس، واكيد راح يوصلكم وصفاتي. ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.